مع أول فقرة من فقراتنا، هي فقرة 1 on 1 وهي أهم اللقاءات وتصريحات. وأول تصريح معانا لرد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافير تيباس على تهديد كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد يوم السبت اللي فات بشأن ضغط جدول المباريات. فقال تيباس على منصة إكس: أنشيلوتي، أنا متأكد من أن إيميليو مدير العلاقات المؤسسية أخبرك أن رابطة الدوري الإسباني حددت بالفعل موعد مباراة ليجانيس، وكانت المباراة في تمام الساعة 5:15 علشان تديكم مزيد من الراحة قبل مباراة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال سويسداد. لكن إيميليو طلب من مدير مسابقات في الدوري الإسباني تغيير الميعاد إلى الساعة 10، وده حدث بالتأكيد بعلمك وموافقتك، وكان دوت لصالح اللاعبين العائدين من فترة التوقف الدولي. والآن أصبح لدينا مباراتين في أقل من 72 ساعة.